وصلنا يا جماعة. هذه هنا قاعة الاحتفالات. بسم الله، بس دقيقة خليني أركز، مع الله مالي خلق أضحك. دقيقة استنى. هنا السلام عليكم. السلام عليكم. جامع الشيخ عبد العزيز بن سليمان حفظه الله بهذا الفضل والشرف، فقد سعينا لتبديل ما هو احسن وتحقق ما هو افضل بخدمه هذا الكتاب العظيم. نطمح ان تكون حلقاتنا تلاوه للقران وحده بامكان تعليم قراءه القران الكريم بالوجه الصحيح، او حفظ ومراجعه او تعليم ما يلزم على قارئه بمعنى من احكام مؤثره. طبعا هنا الطلاب زين، وهنا المدعوين. هذا مكاننا احنا المدعوين هنا. الحين إن شاء الله بيسحبون على الجوائز. من كان استجاب في بياناتك؟ لا بابا اريد اشوف يا بابا. والله يا بابا. ويشرق كل نور من خير أهل المجيد. ريادة وسبق حملت لواءه جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالأحساء لتكون نبراسا لأهل القرآن في محافظة الأحساء عامة، يطرقون بابها وينهلون من معين كوادرها في جميع حلقاتها ومراكزها. زرع يسر القاطفة يتلى ويبقى وارفا، لنرى القلوب مصاحفا تروي الحياة وترتقي حتى
لمحافظ الأحسن ورود سعود من آل سعود، يمضي على نهج الجدود وبنا إلى العليا يسير. بوجودكم يحلو اللقاء، أنتم لنا هبة السماء، وبكم سيكتمل البناء، بالجد يكتمل العسير. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، محافظ الأحساء، الرئيس الفخري لجمعية خير لتحفيظ القرآن الكريم بالأحساء، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات من الذكر الحكيم يتلوها الطالب محمد بن خالد المبارك. أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ورحمة الله وبركاته. وبعد، قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إخواني الكرام، في سنة 9 من الهجرة حدث كتبه التحرير بمجال من ذهب عندما وفد عبد القيس قادما من الأحساء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم القطاع الغير ربحي في المملكة. تهدف الخطة الاستراتيجية للجمعية لتطوير مخرجات تعليمية متميزة، تمكين المعلمين والمعلمات وأفراد المجتمع مهنيا وعلميا. ومن أبرز المبادرات التي تبنتها الجمعية تأسيس مراكز قرآنية وعمل مسابقات. في ثرى الشرقية انشغلا، محافظ جاءنا بالخير يحمله، محافظ جاءنا بالخير يحمله، أناخ عند مراحي الواحة الجملا، وسار فيها فأولاها رعايته، غدت كتابا وعى ما فيه إذ نقلا، لله ما أهدت الأحسى حكومتنا، سعودا ابن ضلال بدرنا الأملا. الحروف والأعداد واللغة الإنجليزية والقيم الإسلامية والأحاديث النبوية. مضت 20 عاما في المسير، وخير زهت بحافظها الصغير، بغرس من معين الآي يغدو، نقي الروح وقاد الضمير، ونورانية غراء تحلو، ليتلى الحرف من ثغر منير، وللعربية الفصحى مكان سني القدر محفوف بنور، وآفاق اللغات بلا حدود. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. نفتخر به والغرامة وجديد. نفتخر به والغرامة وجديد. الوطن حب الوطن فينا وسام. افتخر له يا لا 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 لا. وش نسالك والوطن حب غرام. والأمانة يا لا 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 لا. والغرام تطلقها جوم سعيد. الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية. إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء. مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء. إدارة الجمعية. وهم بهجة الحفل وسعده، فهنيئا لهم هذا الإنجاز. أزف اللقاء على الختام، فصلاة ربي والسلام ما مال حسن واستقام لرسولنا خير العباد. والشكر نهديه الجميع كالزهر في فصل الربيع، بالحرف والقول البديع والحفظ دوما والسلام. ونلتقي بكم بإذن الله في لقاءات قادمة وأنتم بخير وسعادة وسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص خلصنا يا جماعة، انتهى الحفل خلاص. بس دقيقة بس عشان يعني انتبه. الواحد يبي مويه الحين، يبي الريقة. تفضلوا معنا. تشرفت والله بنهاية الحفل بالشيخ سامي القاسم. شو الشعر والله، شو الشغل، ما شاء الله تبارك الله. جميل، الله ينفع بك. شيء جميل ان اعجبكم القصيد والله هذه المناسبة الجميلة اساسا. والله العظيم صدق 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 صراحة حاجة ولا في الخيال. يعطيك العافية. الله يجزاك خير، ما قصرت. برقى المسرح علشان بس بأصور نفسي من فوق كذا، لعلها جابت راسي زوايا المسرح بصور فيها شوي. خلاص بس على السريع لقطتين خلاص. بس خلاص
طبعا أدري بتقولون طلعت من المسرح بعدين رجعت مرة ثانية، أدري بتقولون كذا، واضحة أصلا. مسجد خاص الحين خلصنا يعني النهاية بصدق. خلصنا يا جماعة، والله استمتعنا كثير، استمتعت بشوفة الكل ما شاء الله تبارك الله. شكرا لكل اللي كانوا حاضرين زين وجاوا وسلموا علي صراحة، يعني صدق استمتعنا بشوفة الجميع. يكفي حضور والله صاحب السمو الملكي، يعني هذا بحد ذاته ما أعطي جو بالمكان، ما أعطي جو بالحفل. طبعا هنا آخر شيء المنظمين والمنظمات ما شاء الله، يعني حتى المنظمين والمنظمات صراحة بالحفل ما قصروا تنظيم، مدققين على دق التفاصيل. يعني الحفل باختصار اليوم نجح صراحة، وشكرا لكل اللي بادروا بالحفل اليوم.